جايه من الكليه قابلت صحابي كانوا 3 في طب وراكبه المترو وسيده فاضله دخلت علينا كده شايفانا شايلين الكتب ومحتاسين وجايين حياتنا. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ ربنا معاكم، ده انتوا شكلكم شقيانين قوي. والله يا طنط. هو انت بتدرسي ايه يا حبيبتي؟ البنت قالت لها انا بدرس طب. ما شاء الله ما شاء الله. وانت يا حبيبتي؟ طب يا طنط. ما شاء الله ما شاء الله. وانت يا حبيبتي؟ طب يا طنط. بسم الله ما شاء الله كلكم طب. ربنا يا رب يزيدكم كده وترفعوا راس اهاليكم. وانت يا حبيبتي اللي هو انا. قلت لها اداب. راحت سكتت. قلت لها فين ما شاء الله بتاعتي؟ هو انا شايفاهم دكاتره وكده جايبين عادي. قلت لها والله انا كنت جايبه عادي برضه، ما تحتقرنيش كده. قالت لي مش قصدي حاجه، المشكله. قلت لها ولا فيكي ولا فيا، المشكله في المجتمع. وروحت عيطت. انا لازم اقف مع نفسي، انا لازم اقبل نفسي. المجتمع مش شايفني يا جماعه. ليه بتقلل من اي علم؟ كله امام ربنا قمه. ليه تحتقرني؟ ليه تهمني؟ انا ما اخترتش اللي انا فيه. ومن هنا بقى ابتديت ان انا اقول انا مش هقدر اغير العالم، بس انا لو اتغيرت هغير. ورحت الكليه كلمت البروفيسور بتاعي، كان بروفيسور اسمه انجلو فانوتي، عايز اقول لكم انت كتبت في الكلام طبعا بالعلم يعني. وقلت له بروفيسور just to want to learn Italian and speak Italian as you please. راح يقول لي your English is very good but I want you to speak in Italian. انت الانجليزي بتاعك حلو بس انا عايزك تتكلمي. قلت له I can't. I know you can. You can do it. قلت له بس انا لو غلطت زمايلي بيضحكوا عليا. قال لي اجبري طنشي. طب اعمل ايه؟ خدي رقم الواتساب بتاعي، اي حاجه تحتاجيها قولي لي. قلت تمام. ده مش بس هذاكر اللغه بشكل عام، مش سنه اولى ولا ثانيه. اللغه الجرامر كونفرسيشن الى اخره. هذاكر المنهج السنتين وانا في سنه اولى وهتشوفي. بقيت بقى ايه؟ انا في القاهره وبقيت في حلوان، عندي 24 محطه مترو، 24 محطه. اقعد اذاكر اللي خدته في الجامعه، اروح اصلي وافتح اللابتوب واذاكر منهج سنه ثانيه جامعه. وكنت بذاكره مع نفسي. ومش بس كده، قلت طيب يا رب افتح لي ابواب من عندك وانا همسك، بس افتح لي ابواب وانا هكتب. وان ليس الانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى. وفعلا ساعات لقيت نفسي اول باب فتح لي في اولى جامعه انا طلعت من الاوائل في الجامعه. يا جماعه انا رتبت على الدفعه بتاعتي، ده حاجه رائعه. البنت كنا بنضحكهاش، ما اعرفش ايه اللي خدته في ثانويه عامه. هم كانوا موجودين على فكره، في منهم كانوا كتير، مش كلهم كانوا بيتريقوا، بس كان في انا متضايقين كلهم انبهروا. ايه ده طلعت من الاوائل. بس كده ابتديت كل شهر تاني الجمهوريه، كل شهر تاني الجمهوريه. بنت خالي مش مهندسه صناعه، قالت لي انت شاطره في الترجمه، انا بتعملي يوتيوب شانل وتنزلي عليها ترجمه. قلت لها هتتشاف، انا لسه صغيره. قالت لي انت مش عندك صحابك طالعين يجربوا وراكي؟ قلت لها انا مش عايزه اعمل الغلطه، انا الاغنيه اللي تقريبا ما تخرش الميه. يا جماعه انا عملت يوتيوب شانل وانا في سنه اولى. يا جماعه انا اكتر من 1,000,000 واحد شاف الاغنيه اللي انا ترجمتها وانا عندي 18 19 سنه بس. بعد كده ربنا فتح لي باب ثالث. مين اللي شافني؟ رئيس القسم عندي قال لي انت لازم تبقي سبيكر، لازم تقفي كده وتحضري مؤتمرات دوليه. بقيت بقف واحضر مؤتمرات دوليه وانا عندي 19 سنه، وبقف اتكلم عن قصه حياتي. مش بس كده، انا خدت درع اليوتيوب